هل الشر ممكن يبقى منظم وليه قوانين؟ ديكستر مورجان راجل بيقتل المجرمين لكن بيقنع نفسه انه بيعمل الصح. في النهار محلل دم في شرطة ميامي، وبالليل بيطبق القانون بطريقته الخاصة. دي حكايته من أول نقطة دم شافها لحد آخر نقطة نزفها بنفسه. بداية ديكستر كانت في الدم، مش مجرد تعبير، دي الحقيقة. وهو طفل صغير شاف أمه وهي بتتقتل قدامه واتساب محبوس في بركة من دمها. الصدمة دي حفرت جواه حاجة اتسمت بعد كده الراكب المظلم أو الدارك باسنجر. لما الشرطة لقت الطفل تبناه ضابط اسمه هاري مورجان، حاول يديه بيت جديد وحياة جديدة، لكن لاحظ بسرعة إن الطفل مختلف. ديكستر ما كانش بيعيط وما بيضحكش وما بيحسش بأي حاجة. بدأ يهتم بالدم وبالطريقة اللي الناس بتموت بيها، وهنا فهم هاري إن اللي قدامه مش طفل طبيعي. عمل المستحيل يخليه يعيش طبيعي، لكن كل العلامات بتقول العكس، لحد ما اكتشف إن ديكستر بيقتل الحيوانات الصغيرة بدافع الفضول. اللحظة دي كانت حاسمة بين الخوف والحب. اختار هاري الحب. بدل ما يسلمه علمه كود، قال له لو لازم تقتل اقتل اللي يستحق، اللي قتل غيره وفلت. حاول يحول طاقته المظلمة لحاجة موجهة بدل ما تبقى عشوائية. وهنا اتولد ديكستر الحقيقي، مش كقاتل لكن كمشروع نظام. هاري صنع وحش، بس وحش عنده قواعد. اتعلم يخبي حقيقته ويمثل المشاعر، يعيش بين الناس، لكن جواه دايما في صوت بيفكره ان الحياة دي مجرد قناع، وده القناع اللي هيعيش بيه ويموت بيه. هاري مورجان هو أول شخص وآخر شخص حاول يفهم ديكستر بجد. شاف في حاجة مظلمة لكن قرر يوجهها بدل ما يدفنها. الكود اللي علمه هاري كان بمثابة قانون مقدس في عقل ديكستر: محدش يقتل غير اللي قتل وما يفلتش من العقاب. هو اللي علمه ازاي يخفي الأدلة، ازاي يخطط، وازاي يعيش بوشين. بس مع الوقت العلاقة دي بقت مؤذية أكتر من ما هي مفيدة. ديكستر بقى يسمع صوت هاري في دماغه كأنه ضميره، بس أوقات بيبقى صوت اللوم مش صوت الإرشاد. مع مرور السنين بدأ يكره اللي عمله فيه لأنه سلبه فرصة يعيش طبيعي. اكتشف إن أبوه اللي حماه هو نفس الشخص اللي حرمه من الإنسانية. هاري نفسه ما قدرش يتحمل النتيجة وانتحر بعد ما شاف أول ضحية لابنه. وده ترك جرح في ديكستر، بس جرح مش عاطفي، جرح في النظام اللي كان ماشي عليه. فضل صوته يطارد ديكستر كأنه شبح بيمشي معاه في كل جريمة. كل مرة يقتل بيحس إن هاري بيوافق أو يمكن بيغفر. العلاقة دي أصل المأساة، لأن مفيش أب المفروض يعلم ابنه إزاي يقتل، لكن إنه كان شايف إنها الطريقة الوحيدة اللي ينقذه بيها. والنتيجة ديكستر عاش طول عمره بين حب الأب وخيانته، بيتعلم إزاي يكون بشر من شخص صنع منه وحش. ديبرا مورجان أخته بالتبني كانت الجانب الوحيد الحقيقي في حياته. بنت طموحة وقوية وشغالة في البوليس زي أبوها، بس ما فيهاش أي ظلام، بتحبه حب أعمى وبتحاول تقرب منه بأي طريقة. ديكستر دايما بعيد، مش لأنه مش عايز لكنه مش قادر يحس. كل ما هي تفتح له قلبها هو يقفل أكتر. بتحس إن في حاجة غريبة فيه بس مش قادرة تحددها. هو بالنسبة لها السند وبالنسبة له الواجهة، ومع الوقت بقت علاقتهم معقدة جدا بين الحب والحماية والسر. كل ما تغرق في شغلها تكتشف جرائم من نفس نوع جرايمه، وبتفضل تبرر لنفسها ان مستحيل يكون هو، لحد ما الحقيقة بتتفجر وتبرى بتعرف ان اخوها قاتل. الصدمة دي دمرت كل حاجة في حياتها. اتحولت من شرطية بتدور على العدالة لواحدة بتحمي قاتل. ديكستر حاول يقنعها انه بيقتل اللي يستحق، بس هي كانت شايفة ان مفيش مبرر مهما كان. الصراع ده اكلها من جواها وبدأت تفقد نفسها زيه، ومع الوقت بقوا مراية لبعض. هي فقدت البراءة وهو فقد السيطرة، ولما وقعت وقع معاها وما بقاش في حد سليم. لما ديكستر قابل ريتا كانت أول مرة يحس بحاجة شبه الراحة. كانت بسيطة طيبة ومكسورة من تجربة سابقة، فكانت مثالية ليه. هو شايف فيها ست مش هتسأله أسئلة كتير، وهي شايفة راجل هادي وأمان. علاقتهم بدأت كقناع، لكنه بدأ فعلا يرتاح معاها. لأول مرة حس إنه ممكن يعيش حياة طبيعية، بيت، أولاد، عيلة، شكل من أشكال الإنسان الطبيعي. إنها كانت مجرد وهم، لأن الظلام عمره ما بيسمح لحد يعيش كده. رغم كده حاول بكل قوته يحافظ عليها بعيد عن الجانب المظلم. كل مرة يخرج يقتل بيرجع لبيته كأنه شخص تاني. بس الحقيقة ان العالمين دول مش ممكن يفضلوا منفصلين للأبد. ومع ظهور ترينيتي كل حاجة انهارت. ترينيتي كان القاتل اللي شاف فيه نفسه، نفس النظام، نفس الهوس، لكن في الآخر كان السبب في موت ريتا. واللحظة دي كسرت ديكستر تماما. الدم اللي بدأ حياته رجع له في صورة زوجته، ومن بعدها فقد أي أمل في الحياة الطبيعية. بقى يعيش على الكود بس، من غير مشاعر ولا رحمة ولا حد هدف. وبدأت رحلته في الانحدار الحقيقي.
من أول لحظة دوكس شاف فيها ديكستر حس إن في حاجة غلط. وسط كل الزحمة في اسم شرطة ميامي كان الوحيد اللي عينه شافت ورا القناع. ما كانش بيحبه مش بسبب غرابة شخصيته بس، لكنه كان حاسس إن ورا حاجة أعمق من البرود. دوكس كان شرطي عنيف غاضب بس عنده إحساس قوي بدأ يراقب ديكستر خطوة بخطوة كأنه صياد بيدور على فريسته، وبكل ذكاء بدأ يجمع الأدلة، خيوط صغيرة محدش كان شايفها. ديكستر رغم كل حذره بدأ يحس إن في خطر حقيقي، ولأول مرة الكود مش كفاية والذكاء مش منقذ. دوكس قرب جدا من كشف سره لدرجة إنه فعلا مسكه، بس القدر أو بالأحرى الظلام كان أسرع لما مات دوكس في انفجار. ديكستر ما كانش هو اللي موته، لكن عارف كويس إن هو السبب. أول مرة بريء نسبيا يموت بسببه. حس بالذنب لأ، بس حس إن الكود اتكسر وإن خط الدفاع الأول في نظامه انهار. موت دوكس كان أول شرخ في شخصية ديكستر، ومن وقتها بقى جواه سؤال مرعب: أنا فعلا بقتل عشان العدالة ولا عشان بحب الإحساس ده؟ ليلى كانت العاصفة اللي دخلت حياة ديكستر فجأة. فنانة مجنونة حرة وبتفهم الظلام اللي جواه كأنه كتاب مفتوح. كانت أول واحدة تشوفه على حقيقته، مش قناع مش تمثيل قاتل، ومع ذلك حبته أكتر. ديكستر في البداية شافها فرصة إنه يخرج عن الكود يعيش بدون حدود. كانت بتغذي الدارك باسنجر أو الراكب المظلم اللي فيه، مش بتحاول تكبته، لكنها كانت فوضى كاملة بتحرق كل اللي تلمسه لحد ما وصلت لريتا وبقت خطر على كل شيء بيحاول يحميه. ليلى ما كانتش بتحب ديكستر، كانت مهووسة بيه، كانت شايفة نفسها جزء منه لدرجة إنها قتلت عشانه. ودي اللحظة اللي فهم فيها ديكستر إنه بيشوف في وشها نفسه، النسخة اللي ممكن يوصل ليها لو فقد السيطرة. النهاية كانت نارية بكل معنى الكلمة. ديكستر قتلها في مشهد هادي من غير غضب، كأنه بيطفي النار اللي جواه. كانت رمز للحرية الزايفة من غير حدود بتدمر صاحبها. ليلى علمته ان الظلام من غير كود هو فوضى، وان محتاج القواعد مش عشان الناس لكن عشان ما يتحولش. ميجيل برادو كانت نقطة التحول في حياة ديكستر. مدعي عام ناجح وبيحب العدالة، لكن جواه نفس الغضب اللي جوه ديكستر. لما تقابله ديكستر شاف فيه نسخة مختلفة من نفسه، راجل فاهم الظلام اللي جواه، بيحس بالحاجة ان الناس الشريرة لازم تدفع تمن اللي بتعمله. في البداية بقى أول شخص ديكستر يشاركه سره، أول مرة يقتل مع حد مش لوحده، حس بنوع من الارتياح كأنه أخ جديد في الظلام. لكن مع الوقت ميجيل بدأ يكسر الكود، بقى يقتل مش عشان العدالة لكن عشان المصلحة والانتقام. ديكستر حس انه عمل نفس غلطة هاري، صنع وحش جديد. قد حولت لصراع على مين فيهم الأذكى ومين فيهم صاحب الحق في القتل، مش لأنه بيحبه لكن لأنه قتل الفكرة اللي آمن بيها. ومن ساعتها ديكستر قرر يعيش لوحده حتى وسط الناس. مثلا ميتشل أو ترينيتي كيلر كان العدو الوحيد اللي قلب حياة ديكستر رأسا على عقب. راجل متدين عنده أسرة مثالية بيشتغل في خدمة المجتمع، الظاهر ملاك والباطن جحيم من القتل والتعذيب. لما شافه ديكستر حس ان لقى الإجابة: هو ده اللي نفسي أكونه، قاتل منظم لكن عندي بيت وأولاد. بدأ يتتبعه مش كعدو بل كأب، لكن كل ما يغوص أكتر يكتشف الكذب والخداع والعنف اللي مخفي تحت القناع بتاعه. أرثر كان بيمثل الوجه التاني للرمز اللي ديكستر بيحاول يصنعه. كل ما يتعلم منه بيقرب من نهايته. في النهاية لما ديكستر قتله حس انه انتصر، لكن ما كانش يعرف ان ترينتي سابله الهزيمة الأكبر في حياته، موت ريدا على ايده. كان كسر كل شيء، ما بقاش فيه معنى للكود ولا للسيطرة ولا للعدالة. ديكستر فهم ان اللي كان بيحاربه هو نفسه. أرثر ما كانش مجرد عدو، كان انعكاس مرعب للمستقبل اللي كان هيوصله. وكل مرة يفكر فيه يحس انه القتل ما كانش انتصار، كان مجرد تأجيل. الموسم السادس ظهر ترافيس مارشال، قاتل متدين بيعمل جرايمه على شكل رموز من سفر الرواية. ديكستر في الأول شافه كحالة غريبة، راجل بيقتل باسم ربنا وبيبرر كل حاجة كأنها مقدسة. لكن كل ما يقرب منه بيكتشف قد ايه هما شبه بعض. الاتنين بيبرروا القتل على انه رسالة او قانون. الفرق الوحيد ان ترافيس بيقول ربنا اللي امرني، وديكستر بيقول الكود اللي علمهولي هاري. ومع الوقت ديكستر بدأ يشوف نفسه في ترافيس، بس من غير اي غطا او نظام. لما قتله ما كانش بينتقم، كان بيحاول يقتل الايمان الزائف اللي عاش عليه سنين. ديكستر فهم ان مفيش قداسة في القتل، وان الكود اللي بيتبعه مش قانون، ده عذر. ترافيس كان اخر دليل ان الظلام دايما بيرجع في صورة جديدة، وكل مرة ديكستر يقتله بيحس ان هو اللي مات. القتل بقى عادة مش غاية، والدم بقى جزء من طبيعته مش استثناء. ومع نهاية ترافيس انتهى اي مبرر للقتل، ومن هنا بدأ انهيار ديكستر الحقيقي. وفي الموسم الاخير ديكستر مش نفس الشخص اللي بدأنا معاه. الكود انهار والاخلاق اتكسرت،
والظلام سيطر بالكامل، بقى يقتل من غير تفكير، من غير سبب حقيقي. حياته كلها بقت هروب متواصل من نفسه. لما ماتت ديبرا كان ده العقاب النهائي، مش موتها بس لكن إحساسه إن هو السبب في كل حاجة. حس إن وجوده خطر على أي حد بيحبه. قرر يختفي ويسيب ميامي ويعيش في عزلة تامة كحطاب. بس دي مش نجاة، ده سجن من نوع تاني، سجن من الوحدة والذنب. النهاية المفتوحة خلت الناس منقسمة، في اللي شايفه هروب جبان وفي اللي شايفه عقوبة نفسية أبدية. الحقيقة إن ديكستر عمره متغير، فضل نفس الطفل اللي شاف الدم، بس المرة دي دم كل اللي حبهم. النهاية دي كانت دائرية، رجعته لنقطة الصفر. بس الفرق ان المرة دي مفيش اب ولا اخت ولا كود، مفيش غيره هو والظلام اللي عمره ما سابه. وده يمكن اصدق ختام ممكن يتحط القاتل زيه. طبعا ما ينفعش نتكلم عن شخصية ديكستر من غير ما نذكر أداء مايكل سي هول، الممثل العبقري اللي عمل دور ديكستر. مش تمثيل عادي، هو خلق كائن جديد بالكامل، نصه إنسان ونصه ظل. قدر يخليك تصدق إن الراجل اللي بيقطع الناس كل يوم ممكن يكون في نفس اللحظة أكتر شخصية هادية وذكية في الأوضة. ملامحه ما كانتش بتتحرك كتير، بس كل رمشة عين فيها معنى. نظراته الباردة وقت القتل كانت أنقى من الرعب نفسه، مش لأنه قاتل لكن لأنه مفيش إحساس بيظهر عليه إطلاقا. هو اللي استخدم الفراغ كمشاعر، كل حاجة محسوبة، كل نفس محسوب، حتى طريقته في الكلام فيها نغمة، فيها عقل ومنفصلة عن الواقع. في لحظات معينة لما بيتكلم مع صوته الداخلي بتحس كأنك بتسمع محاضرة في علم النفس داخل عقل مريض. لكن لما بيضحك مع ديبرا أو مع ريتا الضحكة نفسها فيها شيء صناعي، كأنها محاولة لتقليد البشر أو سلوكهم. الأداء ده مش صدفة، دي نتيجة فهم عميق للشخصية. هول درس اضطراباته وعزلته ورسمه كأنه معادلة باردة ومؤلمة في نفس الوقت. ومع كل موسم حسسك ان ديكستر بيتاكل ببطء، بيكلمك كأنه متفرج على نفسه، وده اللي خلى الجمهور يحب الوحش اللي المفروض يكرهه. ولما جه موسم نيو بلاد الأداء اختلف تماما، صوته بقى أهدى، تعبيراته أقل، كأنه فعلا فقد ذاته. هول لعب شخصية عايشة في جسدها بس روحها راحت من زمان. وده الأداء اللي خلى نهاية ديكستر تبقى صامتة بس موجعة، لأنه ببساطة مايكل سي هول ما كانش بيمثل قاتل. النهاردة ولو حاسس ان انت عايز تتفرج عليا تاني متنساش تعمل سبسكرايب وتعمل كومنت ولايك وتقول لنا افكار تانية نعملها عن المسلسل. طبعا في حاجات كتير لسه هتكلم عليها زي علاقة ديكستر ببراين اخوه وكمان مسلسل نيو بلاد ومسلسل ديكستر ريزراكشن وكل الحاجات دي، بس ان شاء الله كل حاجة هتيجي في وقتها.